الظالم لو يعلم الظالم ما للمظلوم عنده يوم القيامة لظن عليه بظلم. هذه قاعدة، ويقول هذه المقولة الشيخ عمر عبد الكافي: الظالم لو يعرف المظلوم هياخد منه ايه من حسناته يوم القيامة كانش عمل كده. المظلوم لو علم ما له عند الله يوم القيامة لفر من الظالم في الدنيا كي لا يعطيه حقه إلا أن يأخذه كاملا يوم القيامة. أسوأ أنواع الظلم أن تظلم من لا ناصر له إلا الله. عشان كده ربنا أمر بعمل الخير في الضعفاء. الضعفاء هم زي النساء، اليتامى، الأرامل، الفقراء، اللاجئين، المريض، وكبير السن. وألا تظلم أحدا في جسده ونفسه وماله، أن لا تأخذ ما ليس لك به حق. والله إنها دعوة المظلوم. والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. هذا قول الله عز وجل. فإياكم والظلم، إياكم والظلم، إن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحلى متابعين في الدنيا. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض فطاير جميلة جدا وب3 معالق بس من اللحمة المفرومة. معقول؟ أيوة، معقول ونص كمان. هنعمل حاجة كده خفيفة للعشاء، وكمان ممكن تنفع معاكي غدا لو انتوا أفراد أسرتك قليلة. بصي يا حبيبة قلبي، مبدئيا كده صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتجدى بها الحوائج بإذن الله تعالى. قولي أمين. ودايما يكون الدعاء وصيغة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة يا حبيبة قلبي. اتمنى لكم الخير من كل قلبي، ومش عايزه اطول عليكم، ويلا بينا نشوف فيديو النهارده. عملنا مع بعض فطيره السلطان، فطيره جميله جميله. عايزه اقول لك مكونات كلها بسيطه وفي مطبخك. حطينا كده نص كيلو من الدقيق، وحطينا عليه معلقه كبيره من الخميره، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من السكر، وذره ملح بسيطه. تمام. عملنا ايه زي ما قلت لك كده المقادير بتاعتنا على النص كيلو من الدقيق. هنبدأ بقى نقلب كل المكونات الجافة مع بعض كده يا بنات، علشان تقدر تتجانس مع بعضها، ونضمن ان كل المكونات الجافة تجانست مع بعضها. وبعدين ندخل على المواد السائلة اللي هنعجن بيها العجينة بتاعتنا. تمام كده. يلا اللي ما اشتركش في قناتي دوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهات. واللايك يا بنات، ما تبخلوش عليا باللايك، زي ما انا كده بحاول اجتهد واجتهد عشان اقدر اقدم لكم كل الوصفات الجميله. عايزه اقول لكم الوصفه بتاعت النهارده روعه روعه روعه، فعلا وصفه فوق الخيال. لما عملتها ولادي شكروني عليها وقالوا لي ولا حواوشي ولا غيره. الوصفه دي فاخر من الاخر. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وعلى طريقتي هتعملوها. بص بقى، بعد ما قلبنا كل المكونات الجافه كده مع بعض لحد ما تتجانس مع بعضها، كنت في الوقت دوت مطلعه الحليب الرايب من الفريزر. وقلت ايه بقى لما فك شويه قلت ادفيه، بس ان هو ياخد درجه يعني حراره المطبخ، بس مش عايزاه سخن عشان ما يهبطش الخميره، ومش عايزاه برضو ساقع. فانا حبيت ان انا اعمله زي دمع العين كده، ادفي بس الحليب الرايب كده على النار، وهبدا اعجن بيه الوصفه بتاعتنا النهارده، او العجينه اللي هنعمل بيها فطيره السلطان القمر بتاعتنا دي. هي فعلا فطيره جميله ولذيذه، وكمان اسمها احلى منها كمان. يعني عايزه اقول لك يا سلام، خلي بقى جوزك كده سلطان هو وعيالك القمره الصغيرين، وقاعدين كده واعملي لهم الفطيره القمر دي يتعشوا بيها. عايزه اقول لك جميله جميله جميله، وغير مكلفه خالص بالمره. يعني ب3 معالق من اللحمه المفروم. ايه يا ام عمر انت بتضحكي علينا؟ هتعملي وصفه وكمان هتكفي وتوفي ب3 معالق من اللحمه المفرومه؟ والله العظيم ب3 معالق بس من اللحمه المفرومه. صلوا على رسول الله. بص يا بنات، مبدئيا كده انا عجنت العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. ببدا الفها كويس وابدا اعجنها، ومش عايزه اطول عليكم الفيديو، وهوريكم بقى بعد ما عجنتها
وبعدين بقى اختمرت معايا وبقت تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهي العجينه بتاعتنا. طبعا كلكم بتعرفوا تعجنوا، كلكم ستات بيوت شاطرين وبنانات حلوين وعرايس كمان امامير. ربنا يا رب يحسن ايامكم ويجعل فيها كل الخير ويحسن ما بين ايديكم وتعملوا احسن مني مليون الف مره. بسلكها كده من الكيس. انا كنت طبعا بعد ما عجنتها وركنتها حطيت عليها كيس تلاجة كده وحطيت فيها فوطة المطبخ وركنتها على الرخامة حوالي نص ساعة. نص ساعة ايوه، لان الجو حر فمش مستاهله ان انت تسخني لها الفرن او حاجه. عايزه اقول لكم واضحكم عليا بقى انا في الشتاء بعمل ايه في العجين. يا اما ادفي الفرن واطفي، اسخن الفرن واطفيه وادخل العجينه، يا اما بقى ايه بعمل حاجه حلوه خالص نفذوها. بروح جايبه الطبق بالعجين كده طبعا واكون مغطياه، واروح جايبه اللحاف وحطاه فوق الطبق بتاع العجين. عايزه اقول لكم ما بيكملش ربع ساعه ربع ساعه وبيكون اللهم بارك خمرت معايا وادتني النتيجه اللي انا عاوزاها. بصوا بقى بعد ما هبطت العجينه كده من الخميره اللي فيها كده، رحت جبت حبه زيت كده على ايدي لان لقيتها بتلزق في ايديا، ورحت ايه حطاهم على وشها بالشكل دوت عشان اعرف اتحكم فيها. وبرده المفرش السيليكون بتاعي هعمل عليه حبه زيت، هحط عليه نقطه زيت كده وادهنه عشان برده العجينه ما تلزقش. عايزه تستغنى عن خطوه الزيت دي ممكن ترشي رشه دقيق بسيطه خالص بسيطه خالص. خدي بالك انا مش عايزه العجينه بتاعتنا يكون فيها دقيق. حابه تعملي بزيت ماشي، حابه تعملي رشه دقيق زي ما قلت لك بسيطه خالص مفيش مشكله خالص. يعني امرايه زي ما بقول لك كده. وعايزين طبعا كلنا متفقين في القناه بتاعتنا احنا بنبسطها ما بنعقدهاش، وزي ما احنا اتفقنا المكونات والله كلها موجوده في كل مطبخ وفي كل بيت. و3 معالق من اللحمه المفرومه وانا قاعده كده محتاره حتى ايدي على خدي هعمل عشاء ايه للولاد، هعمل عشاء ايه للولاد. بسرعه البرق كده افتكرت ان عندي حته لحمه مفرومه صغنطوطه خالص كنت شايلاها من يعني كل مره بجيب كده. عايزه اقول لكم على نصيحه برضو في وسط الكلام، كل مره بجيب لحمه مفرومه اعمل كفته، اعمل عصاج لحمه، اعمل اي حاجه بشيل منها حوالي معلقتين 3 كده في كيس وارميهم في الفريزر. عايزه اقول لك لو عملتي الخطوه دي يعني هتعملي كميه كبيره. وشوفي كمان يعني لما احتجتها لقيتها وفرت يعني ريحتني. يعني عايزه اقول لك يعني شوفي انا كنت قاعده محتاره اعمل عشاء ايه للولاد، وفي اليوم ده كمان كنت مقضياها عامله اكل كده يعني اي كلام. كنت محمره بطاطس بقى وبتنجان وخضار وكشري عدس. طبعا الاكله دي مش اي كلام والله، دي مكلفه فعلا مكلفه. بس طبعا الولاد زي ما انتوا عارفين بيحبوا اكل الشارع، عايزين ينزلوا يشتروا من الشارع. فانا بكره الخطوه دي قوي، بكره الحركه دي جدا. ففكرت اعمل لهم بقى حاجه زي الشارع واحسن كمان زي ما قلت لكم ان انا اعمل الفطيره دي. وجت على بالي ان انا قمت جاري عملتها. واللي سهل معايا الموضوع زي ما قلت لكم يا بنات ان انت حاولي تدخري كميه لحمه زي ما قلت لك كده. كل ما بجيب نص كيلو، كيلو 2 كيلو حسب الكميه اللي انت بتجيبيها بقى زي ما انت متعوده، شيلي منها بس مش هتضايقك ومش هتعجز معاكي في الوصفه اللي هتعمليها. معلقتين 3 بس كده على جنب شيليهم في كيس تلاجة او في علبه وحطهم في الفريزر. ياه فعلا راحه نفسيه جامده جدا. بتحسي ان الخير عندك كده لما بتحتاجي الحاجه وتلاقيها، ما بتعقديهاش، متبقيش قاعده كده متضايقه ان انت نفسك تعملي حاجه ومش قادره. فاهمين يا بنات؟ يا رب تنفذوا الخطوه دي. مستنيه منكم كومنت حلو على الكلام الجميل ده، مستنيه منكم تعليق على الفيديو بتاع النهارده. يعني فيديو فعلا جميل ويستاهل ان انتوا تعملوا له لايك وتشيروه لكل اصحابكم وحبايبكم، لان فعلا الفطيره دي عايزه اقول لكم وصفه جميله جدا جدا واحلى فعلا من الحواوشي ومن الحاجات اللي احنا مش ضامنين هي جايه منين وعامله ازاي، مع كل احترام لكل اصحاب المحلات. بس احنا كستات بيوت بنحب نوفر وندبر وكمان ناكل ولادنا حاجات مضمونه وحاجات كويسه. بصوا بقى يا بنات بعد ما فردت بقى العجينه زي ما انتم شفتوا كده في كل التصوير، وبعدين دهنت الصينيه بتاعتي دهنه زيت بسيطه ورحت فارده فيها العجينه. عايزه تعمليها ما تشترطيش ان انت تعمليها زي ما انا عملتها كده مستطيله، اعمليها بقى مستطيله، تعمليها مربعه. خدوا بقى بالكم باللحظه دي. ايه يا ام عمر دول 3 معالق لحمه؟ والله 3 معالق لحمه بشرح لكم وبقول لكم. بصوا جبت بقى 3 حبايات من الطماطم وسط، وجبت برده 3 حبايات من البصل وسط. وصراحه ما كانش عندي فلفل فكفيت ووفيت، حطيت فلفل اسود وظبطت الدنيا يعني. ورحت بقى جري على الكبه وفرمت البصل مع الطماطم مع 3 معالق من اللحمه. والبهارات بتاعتي بحط بقى فلفل اسود وكمون وكزبره والدقه اللي انا متعوده عليها في مطبخي. عندك مرقه حطي، عندك بابريكا حطي، عندك فلفل حطي. بصوا
مش هتصدقوني طبعا، دول 3 معالق فعلا من اللحمه المفرومه، وضفت عليهم الاضافات دي فزودت معايا الكميه. واللهم بارك، عملت لنا فطيره اتعشينا واتبسطنا. طبعا احنا عيله بنتكون من 4 افراد، يعني لو انت فعلا عيله من 4 افراد هتكفي وتوفي معاكي الغرض. واللهم بارك. ممكن تعمليها كمان وصفه للغدا جنب زي ما قلت لك كده اي تحابيش بقى وخضار. اللهم بارك، هتبقى وصفه جميله جدا جدا وهتعجبكم والله. جربوها وما تبخلوش عليا زي ما قلت لكم باللايك. واللي لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في قناتي، يلا يا اموره اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتي. زي ما احنا متفقين القناه بتاعتنا اسمها مطبخ ماما سحوره حاليا، بس للاسف لسه في البحث حله وبوتاجاز مع ام عمر. خدوا بالكم يا بنات برضو اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو يسمع الملحوظه دي، لان اللي هيبحث عن ماما سحوره هيظهر له قناه تانية خالص. تمام، هيظهر له حاجه اسمها عائله ماما سحوره. لا انا مش القناه دي، احنا قناتنا اسمها مطبخ ماما سحوره. في البحث هتبحثي عن حله وبوتاجاز مع ام عمر هتظهر معاكي. ليه الكعبله دي كلها؟ لان انا غيرت اسم القناه، فاليوتيوب عبال ما بياخد على الاسم الجديد او بيتعرف عليه في جوجل فبياخد وقت، ممكن يقعد له 2 3. فيعني عامل زي مثلا ايه، شفت زي ما تكوني فاتحه محل بقاله او سوبر ماركت ونقلتي من المنطقه اللي انت متعوده فيها ان الزبائن يجولك ورحت منطقه تانية، ففين بقى بياخدوا وقت عبال ما بيتعرفوا على مكانك الجديد ويبداوا يوصلوا لك. تمام. طبعا انا كنت حابه اوضح لكم المعلومه دي من زمان، بس كل مره كنت بنسى والله. نرجع بقى للفيديو بتاع النهارده. الفطيره بقى زي ما انتم شايفين كده، بعد ما فردت العجينه الاولانيه في الصينيه وحطيت عليها اللحمه المفرومه، رجعت عملت فردت التقطيعه التانية. العجينه بتاعتنا اللي هي نص كيلو من الدقيق قسمناها على قطعتين، قطعه حطيناها في قاع الصينيه والقطعه التانية من فوق بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. هبدا بقى افردها كده واسوي الجناب كويس خالص، وبعدين هجيب الشوكه وابدا اخرمها كده بالشوكه. الخطوه دي مهمه ليه؟ لان العجينه بتاعتنا فيها خميره وفيها بيكنج باودر، فلما هتخش الفرن هتحس ان هي قبت كده من النص، فانا مش عايزه كده، مش عايزه ان هي تقب من النص، مش هتدينا شكل كويس، مش هتطلع معانا التقسيمه اللي احنا عاملينها. اللهم بارك. الخطوه الجميله في الطريقه بتاعتنا. هبدا بقى كده بايديا اقسمها كده واخدها بقى ايه، حركات كده شمال ويمين وبالطول وبالعرض عشان تدينا شكل جمالي في النهايه. وفي نفس الوقت برضو بنقسمها عشان لما نيجي نقطعها تكون برضو مريحه بالنسبه لنا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وما يكونش تقيل على قلبكم يا حبايب قلبي. يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا تدعموا الفيديو وتصعدوه عشان يقدر يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان نقدر نوصل بالقناه القمر بتاعتنا دي لمكانه ترضينا وترضيكم باذن الله تعالى. بحبكم في الله والله العظيم، اقسم بالله احلى متابعين في الدنيا. كل حد يا جماعه، كل حد كويس جدا دخل شاهد الفيديو عندي وعمل لي كومنت او ساب لي لايك، اي بصمه من ايديكم الجميله فعلا انا بتشكر له بشكر لكم جدا، بشكركم جدا على متابعتكم ليا، وربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي. بصوا يا بنات، الوصفه بقى او الفطيره فطيره السلطان بعد ما عملتها وظبطتها كده ركنتها على الرخامه حوالي ربع ساعه 15 دقيقه كده، بحيث ان هي برضو ايه العجينه بتاعتنا ترتاح كده وتبقى كويسه، يعني ما تدخلهاش الفرن على طول هتلاقيها كده هابطه معاكي ومش هتعطيكي النتيجه المظبوطه. وبعد ما ريحتها حوالي ربع ساعه هجيب بقى الفرشه بتاعتي وابدا ادهن وش العجينه كده زي ما انتم شايفين. حابه تدهني بقى بصفار بيضه وتحط عليها حبه خل صغيرين كده عشان ريحه الزفاره، حابه مثلا بالحليب، انا دلوقتي بدهنها بالحليب. تمام، فحبيت ان انا ادهنها بالحليب زي ما انتم شايفين كده بوريهولكم، وعلشان احط برضو ايه التاتش الاخير اللي هو عباره عن حبه البركه على حبه سمسم، حاجه كده جمالي. وفي نفس الوقت بصراحه احنا بنحب الحاجات دي كده في المخبوزات، بتدينا طعم كده وريحه جميله اللهم بارك. الخير في البيوت يا جماعه بريحه البركه بالشكل دوت، وبريحه طبعا الدقيق والمخبوزات. عمري بيتك يا حبيبه قلبي بالمخبوزات الحلوه الجميله دي، وفي نفس الوقت هتدبري وتوفري وتعملي احلى الاكلات. وعايزه اقول لكم كمان الوصفه دي ممكن تنفع كسندوتشات للمدارس، ايام المدارس ممكن تعمليها من بالليل والصبح كده تسخنيها في الميكروويف، واللي مش عنده ميكروويف في الفرن بتاع البوتاجاز، وبعدين تحطيها لاولادك كده في اللانش بوكس، بتبقى جميله فعلا. وتحشيها الحشوه اللي انت عاوزاها، يعني مش شرط ان انت تحشيها باللحمه، انا عملتها باللحمه علشان زي ما قلت لكم اطلعها فعلا فطيره وفطيره السلطان. والله ما بارك كده زي ما انتم شفتوها جميله جدا جدا. التسويه يا بنات بتكون
درجة حرارة 180 على الشبكة، ما تحطهاش تحت على الصاج. وبس بعد ما بتحس ان هي الحواف بتاعتها احمرت، بتبداي تشغلي لها الشوايه وتطلعيها تغطيها شويه عشان تبقى طريه معاكي وهشه بالشكل دوت. اللهم بارك، جميله جدا جدا. بألف هنا على اللي اكل منها، وبألف هنا على اللي يعملها وياكل منها. وصفه جميله فعلا وشيقه، وعايزه اقول لكم فعلا وصفه تستاهل ان انتوا تجربوها، جميله جدا جدا جدا. عدوا بقى كم قطعه كده احنا عملناها ب3 معالق اللحمه المفرومه. الله 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 على الوصفات الجميله. وتسلم ايدك يا ام عمر، مستنيه كومنت حلو منكم. تسلم ايدك يا ام عمر، او مطبخ ماما سحوره ايا كان هتسموني. بحبكم في الله، احلى متابعين في الدنيا. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي، ويجعل المحبه والموده ما بيننا، اللهم امين يا رب العالمين. ادعوا لي بصالح الاحوال يا رب العالمين، وهدوء البال وراحه البال وهدايه ولادي وولادكم اجمعين. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.